أهلا بيكم أعزائي المشاهدين على قناة غاوي حكاوي. بيبدأ الفيلم بعرض مسرحي استعراضي لعرايس الماريونيت، والناس كانت مبهورة بيه لأنها شبه البني آدمين الحقيقية في شكلهم وكمان في حركاتهم. ودي كانت حقيقة، وهي إن العرايس بتتحرك لوحدها، وباسترو صاحبهم معاه جهاز بيوجهها زي ما هو عايز وبيتحكم في حركاتهم. ولما سمع الناس بتقول إنهم حاسين إن العرايس بشر حقيقية، جات له فكرة مجنونة، وهي إنه يتحكم في البشر نفسهم. والعرايس قالوا له انه اصلا كسر القواعد لما خلاهم احياء، واللي هيعمله في البشر ده هيبقى جريمة اكبر. لكن باستور كان مصمم على اللي في دماغه، وعدل الجهاز السحري اللي معاه وجربه على نفسه، وفعلا اتحول لعروسة خشب. ففرح جدا وقال انه هيقدم اعظم عرض في التاريخ. وبعد سنين كتير بنتعرف على هارفي وكلبه جيري اللي مش بيفرقوا ابدا، وكانوا راكبين السكوتر، ومن كتر استعجال هارفي كان عمال يخبط يوقع اي حد يقف قدامه، لحد ما اخيرا وصل البيت وقابل جارته وصديقته مونيكا، وقال لها انه مستعجل جدا لانه اشترى افضل لعبة كمبيوتر وعايز يدخل يجربها بسرعة. وطبعا مونيكا اتريقت عليه وقالت انه عبد للكمبيوتر، وهو قال لها انها خدامة المدرسين، وسابها ودخل على اوضته وجرب اللعبة. واول لما والده دخل عليه الاوضة عمل نفسه قاعد بيذاكر، وطلب منه والده انه يخلص واجباته وينام على طول وما يحاولش يلعب على الكمبيوتر خالص. فاكد له هارفي انه حتى مش هيفتح الكمبيوتر لانه مش فاضي للعب خالص. لكن اول لما والده خرج رجع تاني لعبته بسرعة وفضل يلعب لحد ما الليل جه، وكان جيري هيموت ويخرج من الأوضة يتمشى، لكن هارفي كان ولا هو هنا وفضل يلعب لحد ما النهار طلع عليه كمان، وما سابهاش إلا لما وصل لآخر مرحلة. وكان فرحان جدا ومش حاسس إنه فضل يلعب لحد ما النهار طلع عليه، إلا لما لقى والده ووصل البيت، فخبى شاشة الكمبيوتر بلعبة علشان والده ما يعرفش حقيقته، وعمل نفسه نايم. وفعلا لما والده فتح باب الأوضة فكره نايم، لكن أول لما المنبه رن اتفجع ووقع كل الألعاب عليه، ووقعت كمان اللعبة اللي كانت مدارية شاشة الكمبيوتر. فقام هارفي بسرعة من السرير وطلب من والده يمضي له إذن رحلة المدرسة. وفعلا والده اداله الإذن، وقبل ما يخرج لمح اللعبة شغالة على الكمبيوتر وأخد دراع اللعبة علشان يقفلها، لكن هارفي فضل يشده منه لأنه كان عايز يكتب اسمه عشان يبقى سيد اللعبة. ومن كتر شد الدراع بينهم وقع الكمبيوتر واتكسر. فخرج هارفي وهو متضايق من والده سبايبل جدا، وجري بسرعة علشان يلحق الرحلة، لكنه وصل متأخر ولقى الأتوبيس ومشي. ولما مجموعة عمال واقفين عند متحف، والمحافظ الجديد طلب منهم يهدموا المتحف بكل حاجة فيه بسرعة، وكان المتحف ده فيه تمثال باستور وغالبا كان بيته. وبدأ العمال هدم المتحف، لكن جيري جري عليهم ووقف في طريقهم، فرمى عليه واحد من العمال طوبة. وطبعا هارفي اتضايق جدا على كلبه ومسك نفس الطوبة حدفها على العامل، فدخلت في موتور الجرار اللي كان راكبه وعطلته. وكانت مونيكا واقفة وشايفة كل حاجة لأنها ما راحتش الرحلة هي كمان لما لقت هارفي ما جاش. وكان سبابل في الوقت ده بيتصل بالمحافظ وبيحاول يقنعه انه ما يهدمش المتحف لانه من التراث، لكن المحافظ قال له انه خلاص ادى امر بالهدم. وما كانوش يعرفوا انه بوظ الجرار خالص، ووقعت كمان كرة الهدم العملاقة على الارض كسرتها، واتفتحت حفرة غويطة جدا وقع فيها هارفي، وفضلت الحفرة توسع اكتر واكتر لحد لما وصلت لمكان مونيكا. وقعت هي كمان، ولقى هارفي الحفرة وصلته لجو المتحف، ووصلت مونيكا وراه، وشافوا العرايس اللي كان شكلها غريب. ولقى هارفي جهاز التحكم وقال انه شبه دراع التحكم في الالعاب، فاخده وشغله. من هنا بدأ السحر، لان خرج السلم للقمة فطلعوا عليه وفعلا طلعوا من المتحف فوق، وبدأت العرايس تتحرك وتتكلم كمان. فترعب هارفي ومونيكا، فقال لهم واحد من العرايس انهم مش خطر ابدا، وعرفوا على نفسه ديمويت، وكان بيقول على هارفي انه امير ومونيكا اميرة، ورحبوا بيهم وكمان انحنوا لهم لان هارفي بقى محركهم الجديد. وعرفوه ان بالجهاز اللي معاه ده يقدر يحركهم ويتحكم فيهم ويقدم عروض زي زمان على المسرح. فقال لهم هارفي ان المكان ده متحف مش مسرح، وانه اصلا هيتهد. فاخدوا العرايس على المسرح وروه له، وعملوا استعراض كمان زي اللي كانوا بيقدموه مع باستور، وخلوا هارفي ومونيكا يرقصوا معاهم. فعجبوا هارفي الموضوع ده وداس على زرار في الجهاز اللي معاه، وخرجت منه شحنة كهربائية جت في تمثال تنين، فدبت فيه الحياة وبقى يتحرك هو كمان وفضل يرقص مع هارفي. فخبط تمثال محارب بالغلط واتنقلت له شحنة كهربائية وبقى يتحرك هو كمان، وكان عايز يقتل هارفي، فركب عليه التنين هو ومونيكا وهربوا منه، وخلى التنين يبخ عليه نار ويقضي عليه خالص.
فقال له ديمويت انه لازم يحط جهاز التحكم اللي معاه واللي كان على شكل قرص، وقالوا له انه لازم يعلقه في السقف، ووقتها كل العرايس هترجع للحياه وهيبقى هو المتحكم فيها. فتحمس هارفي جدا، لكن قبل ما يتحرك لقى والده دخل المتحف وفي ايده مكنسه خشب وبيدور على العمال اللي عايزين يهدموا المتحف. فجريت كل العرايس استخبت، واتفاجئ جدا سبابل لما شاف مونيكا وهارفي موجودين واتهمهم انهم هربوا من الرحله، لكن هارفي فهموا اللي حصل بالظبط معاه لحد ما قابلوا العرايس المسحوره، وراله كمان قرص التحكم، وكان سبابل مش مصدق كلامه وقال عليه انه كذاب واخد منه القرص وطلب منه يبطل كذب. فحاول هارفي انه يصحي التنين لكن ما عرفش، فتعصب عليه والده علشان يسكت، ووقتها اتضايق جدا هارفي وقال له انه مش بيسمعه ابدا. فراحت وراه مونيكا وحاولت تصالحه، وحس سبابل انه كان غلطان وقرر انه يروح يصالحه، بس اتكعبل وقع والقرص طار من ايده. فخافت العرايس واتحركت بسرعه وفعلا لحقوه قبل ما يقع ويتكسر، وادوه لهارفي وجري بسرعه ركب التنين واتحرك فيه بالقرص وخلاه يطير، وفضل والده متعلق في ديل التنين علشان يمنعه من الطيران. لكن في النهايه طار ووصل لمكان القرص، واول ما حط القرص فيه لقوا المتحف كله اتحرك من مكانه واترفع لفوق وبيقرب من السماء. وقال له العرايس ان القرص هيسحب طاقته من السحاب وبعدها كل العرايس هترجع للحياه. وكان سبابل مش متخيل اللي شايفه ولا مصدقه، وطلب من هارفي انه يوقف كل حاجه بسرعه لان اللي بيعمله ده خطر عليهم كلهم، والمتحف مش مجرد لعبه من ضمن العابه. بس كان فات الاوان على كلامه لان المتحف كان وصل لسحابه ضخمه واتشحن بشحنات كهربائيه ووصلت لكل العرايس وفاقت. ففرح جدا هارفي وقال انه هيبقى اكتر واحد مشهور في العالم، على عكس والده اللي كان قلقان وراح سحب القرص بنفسه من مكانه وطلب من هارفي انه يسمع كلامه. فلاقوا نفسهم طايرين في الجو من سرعه وقوع المتحف، وفعلا رجع مكانه من تاني. وجري جيري لحق القرص قبل ما يقع، وهارفي هو كمان وقع ووالده ملحقش يمسكه، وفضل يعيط جنبه ويطلب منه انه يسامحه على كل حاجه عملها معاه، وانه لو رجع تاني وبقى كويس عمره ما هيعامله وحش وهيعمل له كل حاجه عايزها. واول لما هارفي سمع كده قام وقف وقال لوالده انه لازم يصدقه ويثق فيه، واخد القرص ولقاه لسه شغال وداس على زرار طلع له كل صور محرك العرايس السحريه واتحطت صورته وسطهم. ففرح جدا وهناه العرايس نفسهم ومونيكا وبقوا يرقصوا ويهتفوا باسمه، واخيرا والده كمان هناه وقال له انه واثق فيه. وبعد ثواني اتفتحت الصاله اللي هم فيها، وقعوا كلهم على نفس السلم اللي طلع عليه هارفي ومونيكا قبل كده وقت ما وقعوا في الحفره، وكان المكان مليان بازياء وعرايس كتير. فقال هارفي انه لازم يصحيهم هم كمان علشان يبقى عنده عرايس كتير، لكن مونيكا حست انه خايفه منهم وقالت له ان الاحسن يسيبهم نايمين، وكان ده نفس راي باقي العرايس. وقال لوالده انه عمره ما شاف المكان ده في المتحف قبل كده، وده معناه انه ممكن يكون خطر والافضل انهم يبعدوا عنه. لكن هارفي تجاهل كلامهم كلهم وداس على زرار التحكم، لكن برضه العرايس ما اتحركتش. فحذرته العرايس بانه لازم يمشي تبع القواعد والا هينتهي بيه الموضوع ده زي باستور. لكن هارفي كان عنيد ومش بيسمع كلام حد، وقال ان اكيد القرص ممنهج وداس على زرار إعادة التشغيل، فاتسحب السلم واتقفلت الفتحة خالص واتحبسوا كلهم، وطلع لهم باستور وكان شكله مخيف جدا وقال للعرايس انهم حبسوه. فرد واحد منهم بانهم اضطروا يعملوا كده لان الشر ملاه وكان ممكن يأذي العرايس يعني، فقال لهم انه فعلا هيوريهم. وصح واحد من العرايس المخيف فقال له انه احسن واحد في العالم، وفوقهم كلهم واحد ورا التاني وكانوا بيرددوا نفس الجملة، وضرب العرايس الطيبة بشعاع فبقوا كأنهم مربوطين بحبال وبقى يحركهم ويتحكم فيهم. فقال له هارفي انه هيقضي عليه وحاول يتحكم في القرص اللي معاه. واول لما باستور شاف القرص كان عايز ياخده ويحاول يرمي على هارفي شعاع التحكم لكنه هرب منه. وقف سبابل يشرح لباستور ان هارفي هو اللي صح العرايس ورجعه هو كمان ومفروض انه يشكره. فضربوا باستور بالشعاع وقعه في الارض وبقى مش قادر يتحرك، واتلمت العرايس على هارفي علشان تاخد منه القرص وتسلمه لباستور. فقال له هارفي انه هيسلمه القرص لو عالج والده، لكن باستور رفض عرضه واخد القرص بالعافيه منه، وامر العرايس انهم يقضوا عليهم لانه هيروح يجهز لعرضه الاستعراضي الجديد. ولسه هارفي ومونيكا بيسندوا على الحيطه لقوا باب سري اتفتح ودخلهم لاوضه تانيه بعيده عن العرايس المتوحشه دي، واستكشفوا الاوضه اللي بقوا فيها. وقعد هارفي حزين على والده وكان حاسس بالندم على اصراره، وقال ان هو السبب في كل اللي حصل له ده بسبب عنده واصراره. ولقت مونيكا نموذج فيه مخطط لجسم باستور، ولما قالت له هارفي ما اهتمش لانه كان زعلان جدا على والده لسه، ولكن لانها ذكيه قالت له انهم لو قدروا يرجعوا القرص ممكن ينقذوا والده.
وحاولوا انهم يفتحوا الباب لكنه ما اتفتحش خالص، فدوروا على مخرج تاني لحد لما لقوا اسانسير ركبوه. وفي الوقت ده كان باستور واقف في البلكونه وبيستخدم القرص على كل حد يعدي من قدام المتحف ويحوله لدميه، ومن ضمنهم المحافظ والعمال، وقال انه هيحول العالم كله لمسرح كبير. واخيرا وصل له هارفي ومونيكا وجات لهم فكره انهم يطلعوا على السطح علشان ما يشوفوهمش، ولقوه عمال يحول الناس، فقرر هارفي انه يقلب منه وياخد من ايده القرص، لكن باستور حس بيه، حاول يضربه بشعاع القرص، بس لحسن الحظ جه الشعاع في تمثال وقع عليه وطار القرص منه، جه في ايد هارفي فاخده منه وجري حطه مكانه من تاني، فرجع والده من تاني لطبيعته هو والعرايس الطيبه. وبعد باستور اشعته تاني مسك بيها القرص ومسك هارفي رماه، وكان الارتفاع عالي جدا، لكن والده جاله بالتنين ولحقه قبل ما يقع، وقال لهارفي انه لازم يوقف باستور عند حده قبل ما يدمر المدينه كلها، لان فعلا رجع تاني يحول الناس وحتى المباني. ولما شاف هارفي ووالده بعت لهم مجموعه خفافيش تحاربهم، بس هارفي خلى التنين يبخ عليهم نار، ولما شافهم باستور قرر انه يمسكهم بنفسه وفضل يطاردهم باشياءته. وفي الوقت ده كانت العرايس الطيبه وصلت وضربوا العرايس الشريره، وقال هارفي لوالده انهم لازم ياخدوا من باستور القرص، وطلب من والده انه يشتت انتباهه، وفعلا عمل كده هو ومونيكا، ونط جيري اخد القرص من باستور ورجع لهارفي، وكان لسه هارفي بيطمن على والده اللي نزل وقف مع العرايس الطيبه، لا باستور ضرب العرايس الطيبه بشعاعه وخلاهم مش بيتحركوا، ومسك مونيكا وهدد هارفي بيها اما يديله القرص او يقتلها. وفكر هارفي ليه باستور عايز القرص بالشكل ده، وافتكر المخطط بتاعه اللي شافه كان القرص مكان قلبه، فعمل حيله على باستور بانه موافق يديله القرص، وقرب منه بكل سرعته وحط القرص في قلبه، فلقى باستور وقع ورجع لطبيعته من تاني. وشكر هارفي انه حرره وقال له انه كده يقدر يموت في سلام، وقال له ان العرايس بقت مسؤوليته، اختفى الشر معاه ورجعت كل حاجه لطبيعتها من تاني. واخد هارفي القرص واداه لوالده واعتذر له على كل الحاجات الغلط اللي عملها وعلى عدم سماع كلامه، وقال له انه بيحبه جدا، ووالده حضنه واعتذر له هو كمان وقال له انه هيفضل يثق فيه طول العمر. وبعد ايام وقف المحافظ وافتتح المتحف وعين سبابل مدير المتحف، ودخل كل اطفال المدينه يتفرجوا على عرض العرايس واتبسطوا بيه جدا، وقعدوا العرايس الطيبه فخورين بهارفي ونجاحه، وقالت جده مونيكا لسبابل انه شخص محترم وانه معجبه بيه، وهو كمان قال لها انه معجب بيها، فسابهم هارفي واقفين مع بعض، وركب التنين مع مونيكا ولفوا بالمدينه، ورجعت المدينه سعيده والعرايس كمان. ودي كانت نهايه فيلمنا اللي بنتعلم منه ان الثقه والتفاهم هو اساس السعاده الحقيقيه. هستنى تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي وتتاكدوا من الاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس. سلام.